السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكتور شمس أحمد مع حضراتكم، إن شاء الله هنتكلم عن موضوع خطير جدًا وهو المسكنات. طبعًا أي حد بيحصل له صداع الوقتي أو أي وجع في جسمه بيروح يجيب طبعًا المسكنات بسرعة من الصيدلية، وخصوصًا اللي هي الحباية الصفرا دي أو عيلة البروفين، السيليكوكسيد، النابروكسون، أي حاجة من دي بيروح يجيبها عشان تسكنه. طب تعالَ أقول لك أضرارها قبل فوايدها، هي هتسكن لك الصداع ده بس شوف أضرارها. بتوقّف حاجة اسمها البروستاجلاندين وده بيحمي جدار المعدة بتاعك من حمض كاوي اسمه HCl، ده لو جه على جلدك ممكن يحرقه، ما بالك بقى هو موجود في المعدة وموجود وفي المريء بيعدّي على المريء. لو أنت استخدمت المسكنات هتوقّف البروستاجلاندين اللي هي بتحميك من الحمض ده. طيب أنا لمّا أوقّف البروستاجلاندين الحمض ده ممكن يسبب لك كل المشاكل، القُرح، ارتجاع المريء، حاجات كتيرة جدًا، جدًا ممكن يسببها وقف البروستاجلاندين باستخدام المسكنات. طيب الناس اللي بتستخدمه لفترات طويلة ممكن يضر بالكلية، مرض فيما يُعرف باسم analgesic nephropathy، مرض في الكلية أو النفرون بتاعك بسبب المسكنات. بتعمل إيه؟ بتوقّف البروستاجلاندين. طيب لمّا توقّف البروستاجلاندين بتقلل الدم اللي بيوصل للكلية، فبالتالي أنت بتخش في مشاكل في الكلية، حاجة اسمها chronic kidney disease، مرض الكلية المزمن، ممكن تخش في فشل كلوي كمان. فتتكِّر من استخدام المسكنات بلاش. الله يصلح حالك وشكرًا جزيلًا.